السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في قناتكم برامو للمعلوميات. تم إعلان عن مباراة ولوسيك تلاميذ ضباط الصف خريجي المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة لسنة 2023. إذا بالنسبة لهذه المباراة ديال ضباط الصف ديال القوات المسلحة الملكية بالنسبة للخريجين المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، بالنسبة للناس اللي عندهم ديبلوم ديال التخصصات اللي غنهضروا عليهم الآن يمكن لهم انهم يتسجلوا في هذه المباراه. بالنسبه للدبلومات، اما دبلوم ديال الدوله اي ديال المعاهد العليا للمهن التمريضيه وتقنيات الصحه لي سي بي تي اس، او معاهد الخاصه، ولكن كاينين بعض الشروط. اذا بالنسبه للتخصصات المطلوبه خاص يكون عندك دبلوم ديال المعاهد العليا للمهن التمريضيه وتقنيات الصحه او معاهد مرخص لها في التخصصات التاليه: اما ممرض متعدد التخصصات اي نافيرمير بوليفالون، او ممرض في العلاجات الاستعجاليه والعنايه المركزه، او ممرض في التخدير والانعاش، او ممرض متخصص في امراض الكلى وتصفيه الدم. كذلك الناس اللي عندهم دبلوم تقني بالنسبه للمحضر في الصيدله، كذلك ممرض في الصحه النفسيه، تقني في صيانه المعدات البيوطبيه، وكذلك تقني في الاشعه، وكذلك نفساني حركي. اذا هادو هما التخصصات المطلوبين بالنسبه للناس اللي بغاو يولجوا ضباط الصف ديال خريجي المعاهد العليا للمهن التمريضيه وتقنيات الصحه. اذا كما قلنا لكم بالنسبه للدبلوم، واخا يكون الدبلوم ديال الدوله ديال لي سي بي تي اس اي الدبلوم ديال المعاهد العليا للمهن التمريضيه والصحه او المعاهد المرخص لها، ولكن الشروط كما نلاحظوا الان خاص يكون حاله عائليه عازب بدون سوابق عدليه، كذلك خاص يكون المترشح حاصلا على شهاده البكالوريا. هذه المهمه، حيت كما تعرفوا جميع كاينين بعض المعاهد ديال المهن التمريضيه ديال البريفي تيكون بالنيفو ديال السيزيام، نيفو ديال الباك، نيفو كاتريام. اذا لا عندك ديبلوم ديال المعاهد العليا للمهن التمريضيه البريفي اي المعاهد المرخص لها، يكون عندك شهاده البكالوريا. الا ما كانش عندك شهاده البكالوريا او ما دايروش من شهاده البكالوريا، ما يمكنش انك تقبل، حيت كما تعرفوا كاين معاهد ديال التمريض من البكالوريا خاص يكون عندك الباك، وكاينين اللي تيكون عندك نيفو باك ولا نيفو كاتريام. اذا هادو ما مقبولينش، خاص يكون عندك الدبلوم ديال التمريض او ديال بعض التخصصات من التخصص ذكرنا سالفا يكونوا ديال مربع كيديروا بالبكالوريا. كذلك بالنسبه للناس المترشحين اللي غادي حاصلين على دبلوم تقني مسلم من طرف احدى المؤسسات او المعاهد العليا للمهن التمريضيه وتقنيات الصحه او معاهد مرخص لها كما قلنا لكم ديال بريفي، ولكن الشرط خاصو يكون عنده البكالوريا يديروا من الباك، ما ديروش بالنيفو باك. كذلك التمتع بصحه جسمانيه جيده. بالنسبه للطول، الذكور متر 65 على الاقل، خاص يكون بالنسبه للدراري يكون عنده على الاقل متر 65. اما بالنسبه للاناث متر 60 على الاقل، خاص يكون عندك متر 60 فما فوق. كذلك يتم قبول الملف ديالك من طرف لجنه الانتقاء. بالنسبه للمترشحين والمترشحات الذين توفروا على الشروط على تسجيل طلباتهم عبر الموقع الالكتروني اللي هو هذا كما لاحظوا عمليه التسجيل. كذلك اخر اجل التسجيل هو 1 يوليو، زي تقريبا باقي الوقت تقريبا واحد تقريبا باقي واحد 23 يوم او 23 تقريبا اللي باقا، او بالنسبه بالاحرى باقا تقريبا واحد 17 يوم او 18 يوم ديال عمليه التسجيل. اذا اخر اجل التسجيل هو 1 يوليو اي بدايه شهر 7 ان شاء الله لقبول اخر اجل الترشيحات. بالنسبه للمترشحين او المترشحات اللي غيتم القبول ديالهم، غتجيهم واحد الاستدعاء في الام اي ديالهم. هادشي علاش في عمليه التسجيل خاصكم ديروا الام اي ديالكم صحيح قصد تسجيل المباراه في وقت لاحق بالمدرسه الملكيه للاوتورشيب الطبيه لاله مريم بالرباط. كذلك بالنسبه كما قلنا لكم الملاحظه المهمه ان الناس اللي غيتسجلوا في هذه المباراه يديروا الايميل ديالهم صحيح، حيت الايميل اللي درتيه صحيح هو اللي غيوصلك فيه الاستدعاء ديالك في حاله القبول ديالك في الانتقاء. بالنسبه للمباراه اللي غيتم الانتقاء ديالهم، غتجيهم كونفوكاسيون في الايميل اللي غيدوزوا اختبار طبي اول شيء ونفسي، واختبار في التخصص اللي عندهم، بالاضافه لاختبار شفوي كما قلنا لكم، وكذلك اختبار في الرياضه. اذا هذه هي بالنسبه للمباراه. كما قلنا لكم بالنسبه للشروط كما ذكرنا يكون عندك دبلوم ديال التمريض كما قلنا في هذه التخصصات في المعاهد العليا للمهن التمريضيه
اما ديال الدوله او بريفي. بالنسبه للبريفي خاص يكون عندكم من الباك، اي دايرينو نجحتوا في الباك من الباكالوريا، ماشيش بالنيفو باك او بالكاتريام، حيت كما غنلاحظوا في عمليه التسجيل خاص تكون شاد ديبلوم، حيت ضروري تكتب لهم واحد السيري ديال الدبلوم ديالك الا بغيت تسجل. بالنسبه كما قلنا لكم الطول متر 65 على الاقل. بالنسبه للذكور خاص يكون عندك متر 65 فما فوق، بالنسبه للاناث متر 60 فما فوق. الان غادي نمروا طريقه التسجيل. الرابط ديال التسجيل هو هذا، تكليكوا عليه طلع لكم هذه الصفحه اللي هو هذا الموقع. اذا كما تلاحظوا كاين القوات البريه القوات الجويه. بالنسبه ديال القوات الجويه بالنسبه للضباط غندير لكم فيديو عليه. بالنسبه للناس ديال البكالوريا حنا اللي تيهمنا هو المباراه ديال القوات البريه بالنسبه للمدرسه الملكيه للاطرشيب الطبيه لاله مريم. اذا غنضغطوا على المباراه باش نشوفوا حنا كما تلاحظوا الاعلان ديال المباراه كما قلنا في التخصصات اللي طالبين. حنا الان غنقوموا بعمليه التسجيل. غتجي في كاين حساب غنديروا تسجيل كما تلاحظوا، نكليكيو على التسجيل باش نديروا عمليه الانسكريبسيون. الانسكريبسيون راه سهله جدا، غير ركزوا في المعلومات. اول شيء غدير هنايا الاسم العائلي بالعربيه والفرنسيه كما تلاحظوا، بالفرنسيه وبالعربيه، اسم الشخصي بالعربيه والفرنسيه. هنا الحاله العائليه عازب بطبيعه الحال، المترشح واش ذكر ولا انثى. هنا غدير الاسم ديال الاب ديالك بالعربيه، الاسم فقط، سميتو احمد سميتو عمر او خالد، غدير هنا السميه ديالو بالعربيه فقط، غير الاسم الشخصي. الاسم الشخصي بالفرنسيه. بالنسبه للام غدير الاسم الشخصي والعائلي بالعربيه، وبالنسبه للفرنسيه غدير الاسم العائلي والشخصي ديال الام ديالك. هنا رقم البطاقه الوطنيه ديالك. بالنسبه لهنايا كما تلاحظوا رقم الهاتف، ضروري من رقم الهاتف. هنا تاريخ الزياده اليوم والشهر والسنه. هنا الايميل كما قلنا لكم، الايميل خاصو يكون صحيح 100%. اذا ركزوا في الايميل خاصو يكون صحيح 100% كما قلنا لكم، باش انه ملي ان شاء الله تم القبول ديالكم غتجيكم كونفوكاسيون في الايميل. اذا تكتب الايميل ديالك الجيميل ديالك هنا، اعاده كتابه الجيميل، كلمه السر ديالها من عندك باش تعقل عليها باش تدخل ملي غدير عمليه التسجيل، ديرها فيها حروف وارقام كلمه السر ديالك. هنا غنديروا الجهه اللي حنا ساكنين فيها كما تلاحظوا، اين جهه تابع ليها، المدينه كذلك اللي تابع ليها على سبيل المثال. وهنايا غدير الادريس ديالك، اي العنوان الكامل ديالك. بالنسبه هنايا غدير جنسيه مغربيه، مغربي الجنسيه. هنا غدير المستوى الدراسي، غدير ممرض، غتكليكي على ممرض كما تلاحظوا، كليكا طلع لنا بكالوريا، احنا غنديروا ممرض. هنا تيقول لك الشعبه اللي عندك، هنا شنو هو التخصص اللي عندك نتايا، بحال سميت ممرض متعدد التخصصات كدير ممرض متعدد التخصصات. الا كنتي في تقنيه في محاضره في الصيدله غديرها، الا على حسب التخصص اللي عندك نتايا او الدبلوم باش اين تخصص شديتي. هنا غدير السنه خديتي في الدبلوم كما قلنا. بالنسبه هنايا كما تلاحظوا الدبلوم اين سنخدي 2021 ولا 2022 على حسب الدبلوم اللي شديتيه. وهنا رقم الدبلوم. بالنسبه لرقم الدبلوم غتلقاو في الكرتونه ديال الدبلوم ديالكم. على سبيل المثال الا كنتي شاد الدبلوم ديالك من ليس بي تي اس او المعاهد العليا للمهن التمريضيه وتقنيه الصحه، كما تلاحظوا على الشاشه تلقاو باللون الاحمر كما تلاحظوا تلقاو تماك السيري ديال الدبلوم او رقم الدبلوم ديالكم هو غتكتبوه هنايا. اما الا كنتو شادين في الخاص كما تلاحظوا على الشاشه غتلقاو السيري تحت كما تلاحظوا. بالنسبه لاغلب ديال الدبلومات في الخواص تلقاو السيري او رقم الدبلوم، اما تلقاو لتحت او تلقاو الفوق على حساب المؤسسه اللي قريتو فيها البريفي. اما بالنسبه للمعاهد العليا التمريضيه كما لاحظتوا على الشاشه تيكون الفوق، اذا تيكون رقم الدبلوم ديالكم الفوق كما تلاحظوا. هنا غدير المكان معهد التكوين، دير السميه ديال المؤسسه اللي قريتي فيها، المعهد اللي قريتي فيه وشديتي منه الدبلوم. غتدخل هاد الارقام كما قلنا لكم، هاد الحروف وهاد الرموز كما هما، وغنقوموا بعمليه ملء هاد جوج الخانات وغنديروا تاكيد. حنا غنقوموا بملء هاد المعلومات باش اننا ندوزو معكم ليطاب المواليه ان شاء الله. اذا اخواني اخواتي ملي درنا عمليه التسجيل كما تلاحظوا غنديروا تاكيد وعمرنا المعلومات، واعيد واكرر تاكدوا من المعلومات ديالكم مزيان اللي ديروا تاكيد. اذا نديروا تاكيد غادي يطلع لنا لقد تم انشاء حساب بنجاح، الرجاء تسجيل الدخول واختيار المباراه التي تريد الترشح لها. اذا غنديروا تسجيل الدخول غادي نديروا هنايا كما تلاحظوا الايميل ديالنا، وهنا كلمه السر اللي دخلنا بها. اذا غنديروا كلمه السر غنديروا الولوج.
اذا كما تلاحظوا ملي دخلنا الصفحه، كما تلاحظوا ديال الصفحه دخلنا ليها، غنجيو هنايا فين كاينه المباريات، غنمشيو سلك ضباط ديال ضباط الصف كما تلاحظوا هذه الثانيه، سلك التلاميذ ضباط الصف ديال المباراه، وسلك تلاميذ ضباط الصف خريجي المعاهد العليا للمهن التمريضيه وتقنيه الصحه. غنكليكيو عليها، طلع لنا الصفحه، غادي نكليكو وضع الترشح. اذا واحد النقطه مهمه نسيت ما ذكرتهاش لكم، الشروط خاص المترشحين ما يفوتش اعمار ديالهم 26 سنه لغايه 16 غشت، اي نهار 16 غشت ان شاء الله شهر 8 ما يكونش العمر ديالك فايت 26 سنه. اذا كليكيو وضع الترشيح، غنديروا اوكي كما تلاحظوا. اذا الموقع غيطلع لنا بحال كما تلاحظوا، لقد تم تسجيل طلبكم. غنديروا رؤيه الترشيحات. اذا حنا حاطين الترشيح ديالنا مباراه ولوج سلك تلاميذ ضباط الصف خريجين معاهد المهن التمريضيه وتقنيه الصحه لسنه 2023. اذا في هذه الحاله كنا كملنا عمليه التسجيل بنجاح. اذا ما علينا غير ننتظروا الموعد اللي غيتوصلنا فيه الاستدعاء في حاله قبول عمليه الانتقاء. كما قلنا لكم في الاول، بالنسبه لاهم الشروط كما قلنا لكم، المترشح والمترشحه ما خاص العمر ديالهم فوت 26 سنه في 16 غشت 2023. كذلك خاص يكون عندك التخصص من التخصصات التاليه. كما قلنا بالنسبه للدبلوم خاص يكون عندك اما ديال الدوله او بريفي. بالنسبه للناس اللي عندهم بريفي خاص يكون عندهم دبلوم من ابتداء من البكالوريا، اي دايرينو بالباك، ماشي دايرينو بالنيفو باك او النيفو كاتريام، حيت كاينين بعض المؤسسات ديال التعليم الخصوصي بالنسبه لمعاهد الصحه تيكون من الكاتريام اي كاليف، كيكون كذلك من نيفو باك. ولكن الدبلوم اللي طالبين فيه هذه المباراه ديال ضباط الصف القوات المسلحه بالنسبه لخريجي المعاهد العليا للمهن التمريضيه وتقنيه الصحه خاص يكون الناس اللي عندهم البكالوريا، اي دايرينو بالبكالوريا. اذا هذه الشروط اللي خص مباراه ديال ولوج سلك تلاميذ ضباط الصف ديال خريجي المعاهد العليا للمهن التمريضيه وتقنيه الصحه. بالنسبه لاخر اجل باقي الوقت ان شاء الله حتى 1 يوليو هو اخر اجل للتسجيل. وفي الاخير ما تنساوش انكم تشتركوا معنا في القناه ديالنا برامج معلومات، وما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.